السلام عليكم ورحمة الله أعزائي أولياء الأمور وكمان حبايب قلبي طلاب 5 ابتدائي. يا رب يكونوا بخير يا شباب. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنبدأ بإذن الله في يونت 2 الوحدة الثانية إن شاء الله في المنهج بتاعنا يا جماعة اللي هو كونكت 5، ودي بعنوان I want to be healthy. I want to be healthy يعني أريد أن أكون بصحة جيدة. طبعا يا شباب في الاول خالص هنبدا بليسن 1 بالدرس الاولاني يا جماعه. ان شاء الله هيكون درس لذيذ جدا وهنقسمه لاربع حاجات. اول حاجه الفوكاب اللي هي الكلمات الجديده يا جماعه بتاع الدرس، نحاول يا جماعه ننطقها بطريقه بسيطه جدا وسلسه قوي. بعد كده هناخد الريدنج حاجه يا جماعه، الحوار الجميل قوي قوي اللي دار بين سليم وكمان صاحبه وائل، ونستخرج منه شويه جرامر وشويه حاجات مهمه قوي عندنا في الدرس النهارده. طبعا يا جماعه الجرامر النهارده ان شاء الله هيكون على الادجكتيفز الصفات يا جماعه، صفات المقارنه وصفات تفضيل وحاجات جميله جدا. وطبعا في الاخر يا جماعه هنختم طبعا باكسرسايز من كتاب المعاصر اللي احنا شغالين منه يا جماعه، اكسرسايز ليسن 1. بس بالله عليك الاول اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد يا ابطال. بعد اذنك كده بنبص للساده المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب، اعملوا لك اشتراك للبتاع، وقول لهم يفعلوا زر الجرس. اول حاجه على بركه الله ناخد الفوكابلوري اللي هو الكلمات الجديده بتاعه الدرس يا جماعه وننطق مع بعض. يلا فوتبول فوتبول فوتبول. طيب يا جماعه الكلمه لو طويله شويه حاول اقسمها مرتين. فوتبول. هاندبول اللي هو كره اليد، هاندبول هاندبول. سكواش سكواش. طبعا يا جماعه لابس سكواش ديت مصر متقدمه فيها جدا وفيها لعيبه كتير قوي مشهوره يا جماعه لابس سكواش في العالم كله معروفين. تنس تنس تنس. ما شاء الله يا جماعه كلها كلمات الصراحه مبشره بالخير جدا جدا في الوحده ديت. سويمنج لا السباحه، سويمنج سويمنج. اما الابحار بقى يا جماعه اسمها سيلينج سيلينج. الابحار اسمها ايه؟ سيلينج. يا جماعه كلمه سيل لوحدها معناها يبحر او معناها شراع، لكن سيلينج الابحار بالمركب زي ما واضح في الصوره. هنا كاراتيه كاراتيه اللي هو طبعا رياضه الكاراتيه يا جماعه. طبعا كده كلنا ايه يعني عارفين ان الرياضه دي مهمه جدا. طبعا كونغ فو كونغ فو اللي هي رياضه الكونغ فو، وطبعا اكيد كلنا نعرف طبعا الكرتون الكونغ فو جميل قوي وكلنا بنعشقه. طب عندك بقى اكسترا فوكاب اللي هو بعض الكلمات اضافيه يا جماعه، طبعا ما بتقلش اهميه خالص على اللي فوق يا جماعه. ماتش يعني مباراه اللي هو ماتش الكوره يعني ماتش. بابل بابل يا جماعه اللي هي فقاعه، طبعا عارفين طبعا شوكولاته بابلي جميله جدا. بتر بيتر يعني افضل، بيتر بيتر. وورس يعني اسوأ، وورس افضل واسوأ الاثنين يا جماعه عكس بعض. ليتر later يعني لاحقا او فيما بعد. sports sports طبعا معناه رياضات، ودايما تاخد الفعل do او الفعل play. حلو قوي. جيد يعني good good يا جماعه. وطبعا كلمه عظيم او رائع great great. طبعا اخرها كلمه eat ياكل لو لاحظت كده. game يعني لعبه وطبعا جماعه جيمز عادي خالص. كلاب اللي هو نادي يا جماعه، يقول لك الاهلي كلاب، المنصوره كلاب، الزمالك كلاب كده. او ويسم يعني رائع او مدهش، او ويسم. popular popular يعني شعبي او محبوب، حاجه كده معروفه او حاجه ايه يعني حاجه شعبيه جدا. ما شاء الله يا جماعه الصراحه كلمات كلها لذيذه جدا وحلوه قوي يا ابطال، تشجع جدا يا جماعه على الحفظ الصراحه. طبعا يا جماعه من الوحده كده شكلها حلو الصراحه. الكونجيجيشن اوف فيربس يا شباب اللي هو تصريف الافعال. الافعال لها 3 تصريفات ولكن في عندي نوعين. اول حاجه regular verbs الافعال المنتظمه، ودي الافعال يا جماعه اللي بنضيف لها دي او اي دي او اي اي دي عشان تحول للباست للماضي يا شباب. اما الناحيه الثانيه بقى irregular verbs الافعال الشاذه، ودي الافعال يا جماعه اللي ملاش لها قاعده ثابته، لازم تحافظ كل فعل على حده يا جماعه عشان قاعدتها مش ثابته خالص. عندك اول فعل منتظم كلمه يوافق agree agreed agree agree يا جماعه agree agreed يعني يوافق وافق. try tried يجرب او يحاول. شوف يا جماعه شلنا الواي وحطينا اي اي دي عشان قبل الواي حرف ساكن. الناحيه الثانيه يا جماعه win won win won. محدش يقول won، خد بالك غلط، مش win won لا win won. وطبعا كلمه go went go went
go went يذهب ذهب يفوز فاز. مع كلها كلمات ما شاء الله مهمة أوي أوي يا شباب، هتفيدك جدا جدا فيما بعد طبعا في ايه في الانجليزي. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. تعبيرات وحروف جر مهمة important expressions and prepositions. أول كلمة good at يا جماعة مهمة أوي 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 النهاردة، دايما بعدها على طول بيجي الفعل ing أو النون الاسم. يا جماعة خد بالك منها يا بطل، good at وعكسها bad at بيجي بعدها الفيرب ing أو إيه أو النون الاسم. looks fun يبدو ممتعا. خد بالك يا جماعه التعبيرات دي مهمه قوي، بتيجي في الاختيارات وكمان التوصيل. خد بالك so do I so do I يعني وانا كذلك او وكذلك انا. يا جماعه ما شاء الله يا جماعه تعبيرات الصراحه مهمه جدا زي ما قلت يا جماعه، بيجي في سؤال اللي هو طبعا تشوز اختار، وكمان سؤال التوصيل خد بالك منها قوي قوي. طيب دلوقتي يا جماعه بعدنا اهو مع الحوار الجميل قوي ما بين الولدين الجمال قوي، ولد اسمه سليم وكمان صديقه اللي اسمه وائل. شوف يا سيدي بقى بيقول لك هنا ايه، وائل بيقول ايه what are you watching what are you watching ماذا تشاهد. طيب خد بالك من ار ام واز وار بعدها الفيرب ان جي مضارع مستمر. فايه وائل قال له ايه قصدي سليم an old match between رنيم الوليلي and نور الشربيني. It's great I love it. بتفرج على ماتش ما بين رنيم الوليلي وكمان نور الشربيني، انها مباراة جميلة. Me too who is winning. وائل قال ايه ها وانا كمان. مين اللي فاز يا ترى؟ مين اللي فاز رنيم ولا نور؟ يا جماعه فقام طبعا صديقه قال له ايه رنيم. يا جماعه she is very good at playing squash شاطره جدا في السكواش. طبعا يا جماعه خد بالك اهو من شويه قلنا ايه خد بالك good at اهي بعدها الفعل ing playing good at playing ing عشان good at بعدها الفيرب ing. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ طبعا وقال له ايه I know what sport are you good at. قال له ايوه انا عارف. يا ترى انت بقى بتحب او انت جيد في رياضه ايه؟ ماذا تجيدها؟ يا جماعه اما قال له ايه بقى؟ قال له I am very good at playing tennis but I am bad at playing handball. What about you؟ يعني I am انا جيد في لعب التنس لكني سيء يعني مش قد كده الصراحه، يعني ايه مش كويس خالص في الهاندبول. What about you؟ طبعا يا شباب بردك عندك كلمه باد ات عكسها جود ات وبردك بعدها الفعل ing يعني جود ات وباد ات جيد فيه وسيء فيه الاثنين بعدها الفيرب ing او النون. طب وائل قال له ايه I am good at playing squash but I am bad at playing tennis. I love football too. يا جماعه قالوا ايه انا جيد في لعب السكواش يا جماعه هو بالعربي اهوت لكني سيء في التنس. انا احب كرة القدم ايضا. طيب يا جماعه كلمه تو اخر الجمله معناها ايضا. قامت تقول ايه so do I but I am better at tennis than I am at football. Let's go and play a game of football. بيقول له انا افضل لعب التنس عن كرة القدم، هيا نذهب ونلعب كرة قدم. انا عايز تلاحظ حاجه حلوه قوي. شوف يا جماعه ايه وشوف عندك كلمه ليتس دايما بعدها المصدر. شوف بقى ايه let's go and play يعني let's go let's watch let's study let's play. يا جماعه let's دايما بعدها على طول الفعل في المصدر يا ابطال. حلو قوي. ذكي ذكي انت ذكي وذواق. فطبعا ولا له ايه قال له yes let's go to the club later. نعم دعنا نذهب الى النادي لاحقا. قالوا موافق تعال نروح النادي نلعب هناك اي مباراة. فطبعا سليم قال له ايه yes what about or what other sports do you watch on TV. ما هي الرياضات الاخرى التي تشاهدها في التلفزيون. خد بالك يا شباب ان كلمه on دايما بتيجي على طول قبل اختراعات يا شباب. on TV on internet on the radio دايما على طول on يا جماعه بتيجي على طول on computer دايما على طول كلمه on او حرف جر on يا جماعه قبل اختراعات. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. I love watching karate and kung fu and you. بحب قوي اتفرج على الكاراتيه والكونغ فو. طب وانت؟ يا جماعه and you زي ايه بالظبط ايه what about you كده بتساويها خد بالك منها. برضه يا جماعه خد بالك I love كلمه love يا جماعه خدناها قبل كده في الوحده اللي فاتت بعدها الفيرب ing love ولايك وبريفير بعدها الفعل ing ابطال. طبعا سليم رد عليه قال له ايه my favorite are swimming and sailing. sailing looks fun.
ايه بالعربي ايه؟ الرياضات المفضلة بالنسبة لي هي السباحة والإبحار. يبدو الإبحار ممتعا. حلو قوي. طيب مع وائل باهوت بيقولوا ايه؟ great. So what time do you want to play football؟ عظيم جدا. طب خلاص، ايه الوقت يا جماعه والتايمات التي تريد ان تلعب فيه كره قدم؟ طب ماشي، موافق نلعب كره قدم. هنروح النادي امتى بقى؟ شو يا جماعه؟ طبعا شو كلمه want to بعد المصدر. want to بعد المصدر بمعنى يريد ان. تمام؟ زي ليتس كده، قلنا ليتس بعد المصدر برضه. حلو قوي. فهتروح الساعه كام؟ قالوا ايه؟ about 5، على الساعه 5 كده. هيروح النادي على الساعه 5. تمام قوي. عشان يا جماعه يسال ايه عن الوقت؟ وات تايم. طبعا معاه في الاخر بقى وقال ايه؟ او وي سام سي يو ان ذا كلاب ليتر. او قال له ماشي، موافق، رائع جدا، اراك لاحقا في النادي. ماشي يا عم سليم. ها وقال هو يا جماعه اراك ايه في النادي، ونلعب هناك كره قدم اللي احنا اتفقنا عليها. الله، حاجات يا جماعه لذيذه جدا جدا، ناخد منه ملاحظات حلوه قوي يا جماعه. خدنا طبعا وات اباوت وكلمه لايك ولاف وكلمه جود اد وات اد، حاجات حلوه قوي. طيب عندك بقى language functions، بعض الوظائف اللغويه، التحدث عن الالعاب الرياضيه. يا جماعه talk about sports. talk about sports. يا جماعه شويه سيدي اسئله ورد حلو قوي. what sports do we have in Egypt؟ يا جماعه الحاجات دي بتيجي في ترتيب كتير قوي، خد بالك منها، مهمه قوي. ما هي الرياضات التي نمارسها في مصر؟ شويه سيدي بالك ايه؟ we have sports like football, tennis and swimming. احنا عندنا رياضات كتير في مصر ما شاء الله، كرة قدم وتنس، وعندنا كمان سباحة. حاجة حلوة قوي يا جماعة. طبعا يا جماعة السباحة طبعا مهمة قوي وحاجة حلوة قوي. طب which sport would you like to play؟ يا جماعة الولد سأل سؤال البنت الجميلة، قالت ايه؟ ما الرياضة التي ترغبين في تجربتها؟ فالبنت قالت ايه؟ I would like to try squash. انا الصراحه نفسي اجرب الاسكواش، بسمع عنه جميل قوي يا جماعه. عندنا طبعا رنيم وكمان نور شربيني مشهور قوي. طبعا يا جماعه وود لايك دي يا جماعه دايما بعدها المصدر. يا جماعه وود بدام سبقت كلمه لايك يبقى لازم بعدها المصدر تو تراي، زيها يا جماعه زي كلمه لاف، وكمان زيها زي كلمه بريفير. طب what is the most popular sport in Egypt؟ سؤال حلو قوي يا جماعه، بيجي في ترتيب كتير قوي. ما هي اكثر الرياضات شعبيه في مصر؟ اكتر رياضه شعبيه في مصر ايه بقى؟ طبعا كلنا عارفين يا جماعه الكوره اكيد. I think football is the most popular. اعتقد ان ايه؟ ان اكثر شعبيه مين؟ الكوره او كره القدم. طبعا يا جماعه اكيد كلنا عارفين الكوره. الله يخرب بيت الكورة، على اللي اخترع الكورة، على اللي دخل لنا الكورة، على اللي بيشتغل في الكورة، ده يتلعنهم كلهم. حلو قوي يا جماعه. طبعا تمام. دي يا جماعه بالنسبه للترتيب سؤال مهم جدا جدا. اسئله يا جماعه بتيجي ترتيب بالطريقه ديت. طيب الجريمر يا جماعه القاعده بقى، جاهزين يا شباب؟ مهمه قوي الصفات. ومعانا يا شباب دلوقتي مع الجريمر القاعده اللي هي adjectives اللي هي معناها الصفات. دي يا جماعه القاعده او الدرس النهارده ان شاء الله في ليسون 1 الوحده الثانيه. يا جماعه الدرس الاولاني في الوحده الثانيه الصفات. في يا شباب عندي نوعين من الصفات، ركز معايا قوي يا بطل عشان الحاجات دي مهمه قوي قوي في الانجليزي. عندك نوعين من الصفات. ايه بقى يا مستر بقى؟ عندك في حاجه اسمها short adjectives يعني الصفات القصيره. يا جماعه الصفات القصيره يا جماعه خد بالك مهمه جدا. زي ايه مثلا؟ ايه دي الصفه يا جماعه اللي بتتكون من مقطع واحد، من وان syllable، زي مثلا big tall fast long high. شوف يا جماعه يعني تلاقي صفه زي ما انت شايف كده صفه قصيره بتتكون من مقطع واحد، خد بالك منها. اما الناحيه الثانيه يا جماعه long adjectives اللي معناها الصفات الطويله، وطبعا مع دي بتتكون من اكثر من مقطع، من 2 or 3 مثلا او more syllables، زي مثلا كلمه dangerous beautiful exciting difficult. شوف يا جماعه اصلا تلاحظ كده اصلا الصفه قصيره تحس اصلا الصفه الصغيره يعني 3 4 حروف 5 حروف بالكتير. الصفه الطويله يا جماعه اكتر من ايه؟ من 1 syllable. طب شو بقى خد بالك وركز معايا بقى يا بطل انت وهو. ايه قسما بالله برنس عجبتني بقى لما اجي اقارن يا جماعه، اقارن بين اتنين يا جماعه في صفه قصيره هنعمل ايه؟ شوف يا جماعه اول حاجه هنحط الصفه اخرها اي ار. big مثلا bigger، tall taller، fast faster، وبعدها كلمه than. خد بالك يا شباب كلمه than هنا معناها من، يبقى taller than bigger than faster than. مثلا سلمى is taller than رقية. يا جماعه مثال حلو قوي. شوف يا جماعه taller than سلمى is tall واخرها اي ار وبعدها كلمه ذان. وخد بالك من كلمه ذان يا بطل، ذان مش ذن ولا ذات.
اوكي. اما بقى لو كانت الصفه طويله بقى نعمل ايه؟ نحط قبلها اما مور لاما لس، وبعدين على طول نكتب الصفه اللي هي الطويله، مثلا dangerous beautiful exciting difficult، وبعدها كلمه than برضو. الا ده than دي مشتركه يا جماعه بين الاثنين. ايوه، يبقى لو صفه قصيره نحط اخرها اي ار، صفه طويله نحط قبلها مور او لس. طب ناخد مثال يا جماعه كده. Chinese is more difficult than English. اهو الصيني او اللغه الصينيه تعتبر اصعب اكثر صعوبه من الانجليزي. شوفوا يا جماعه كلمه difficult صفه طويله، اكني بالظبط ايه حطيتها يا جماعه او زنقتها ما بين ايه more وكلمه than. ما ينفعش نحط اخيرا اي ار يا شباب، لا اي ار دي في الصفه القصيره، لكن صفه طويله نحط more وبعدها than. الله اكبر. حبيبي حبيب مامي. طيب برضك خد بالك او خليك فاكر الحته دي بقى، بالك في حاله التفضيل في الصفه القصيره هنعمل ازاي؟ ما احنا خدنا المقارنه، لكن عشان نفضل واحد عن الكل بقى وعن مجموعه نعمل ايه؟ قال لك تحط ذا الاول، وبعدين نحط الصفه القصيره واخرها اي اس تي. خد بالك يا جماعه اهو كل حاجه موضحها لك جدا جدا. طب ناخد الاول مثال كده يا مستر. ماشي. شوف يا جماعه ايه؟ سلمى is the shortest girl in our class. سلمى اقصر بنت في الفصل بتاعنا. ملاحظ ايه يا جماعه؟ ذا شورتست. شوفوا معايا كلمه شورت قصيره يا جماعه، قبلها حطينا ذا واخيرا حطينا اي اس تي. دي يا جماعه ايه؟ الصفه قصيره في حاله تفضيل. اما لو صفه طويله بقى يا جماعه نحط ايه بقى؟ نحط ذا موست او ذا ليست، يعني الاكثر والاقل، وبعدها على طول نحط الصفه الطويله مثلا beautiful dangerous exciting. حد يقول يا جماعه نحط بقى ايه؟ ها the most او the least، وبعدين الصفه الطويله بتاعتنا. ناخد اكزامبل كده. حبيبه is the most beautiful girl in our family. حبيبه هي اجمل بنت في العيله بتاعتنا. يا جماعه ملاحظ ايه هنا يا جماعه ايه؟ شوف عندك كلمه the most اهي، تمام؟ حطينا يا جماعه قبل مين؟ قبل الصفه الطويله اللي هي beautiful يا جماعه، تمام؟ عشان يا جماعه الصفه الطويله نحط قبلها the most او the least. الله، حاجات كلها لذيذه جدا. تمرين بقى عشان نطبق على الكلام ده يا جماعه ابطال. يلا بينا ما تروحش بعيد. ها يلا دلوقتي يا شباب بقى مع اكسرسايز جميل جدا عندنا ان شاء الله من كتاب المعاصر يا شباب اللي احنا اصلا شغالين منه ابطال. عندك الاول اكسرسايز كده تنشيطي شويه على الكلمات دي يا جماعه، صفحه 64 يا شباب عشان الناس اللي متابعين معايا. تشوز ذا كوريكت انسر، اختر ونشوف من البطل بقى اللي يختار قبل ما احنا نقول الاجابه. كل يركز يا ابطال. ها يلا اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها اجمد، لسه اللي جاي جامد. I play football with my friends at the. أنا بلعب كورة مع أصحابي فين؟ في الهوسبيتال ولا كلاب ولا بانك ولا ميوزيوم؟ أيوة كلاب يا مستر، النادي طبعا. أكيد طبعا مش هلعب كورة يا جماعة في البنك ولا في المتحف ولا يروح مثلا مستشفى يلعب هناك، طبعا صعبة جدا. طب 2 my favorite subject ولا food ولا sports ولا desserts are handball and squash. ها جميل صح. انا سمعت الناس بيقولوا ايه سبورت سيمستر، صح؟ بيقولوا الرياضه المفضله بتاعتي هي الهاندبول والسكواش كمان. جميل قوي. طبعا مش ماده دراسيه ولا حلوه ولا طعام. فوتبول از ماي popular ولا bad ولا hot ولا cold in Egypt. ها ايوه صح. كرة القدم معها تعتبر حاجه ايه؟ جميل قوي. ليه ايه؟ popular يعني حاجة مشهورة جدا في مصر، مش حاجة باد ولا حاجة hot ولا cold، صح. آخر حاجة my brother was happy because his team نقط the match. أخويا فرحان جدا عشان فريقه إيه؟ أكيد won فاز، صح، عشان فريقه فاز بالمباراة. حلو قوي ما شاء الله يا جماعه. طبعا خدنا كلمه وين وان، يفوز فاز دي يا جماعه في الماضي. ما شاء الله عليكم يا ابطال ما شاء الله. طيب دلوقتي يا جماعه برضك مركزين اهوت مع ليسون يا جماعه الاكسرسايز بقى اهو يا جماعه صفحه 67 يا جماعه اهوت. الناس مركزه معايا اهو 67 يا شباب. بيقول لك ايه listen and complete، اكمل يا شباب. طبعا يا جماعه الليسن موجود عندنا في اخر الكتاب، ولكن عشان ما اطولش عليك يا بطل نحل على طول. ها بيقول لك ايه احمد is good at. احمد كان شاطر وجيد في لعبه ايه؟ فوتبول. تمام معايا صح، على حسب النص يا جماعه الموجود في اخر الكتاب خالص. يا جماعه النص مكتوب ايه؟ فوتبول معايا تمام. 2 احمد usually plays football at the. احمد عاده بيلعب كوره فين؟ في النادي كلاب.
سهلة تمام قوي. تالت حاجة، عمر بقى صديق أحمد likes watching نقط on TV، بيحب يتفرج على ايه في التلفزيون؟ ها، المباراة صح، اللي هو ماتشز، اللي هو الماتشات او المباريات. جميل قوي. سؤال لسه يا جماعه الصراحه بيبقى مضمون جدا جدا، درجته في الامتحان 6 درجات يا شباب مضمونين. سؤال ليسننج حلو قوي. تشوز ذا كوريكت انسر، اختار بقى يا ابطال وركز معايا ونشوف مين البطل اللي يقول الاجابه قبل ما احنا نقولها. يلا ها، رقم 1، هي از جود ولا بيست ولا بيتر ولا باد ات تنس ذان هي از ات سكواش؟ انا عايزك تبص كلمه ذان اهو، بدل ما شباب قلنا ايه الصفه اخرها ذان، نحط اخر الصفه اي ار. ايوه صح. قلنا مع لو عندنا كلمه ذان موجوده عندنا نحط على طول اي ار، زي ما قلنا بيجر ذان، تولر ذان، مثلا فاستر ذان وكده. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي. 2، we have نقط like sports and tennis in Egypt. بالتالي سهله قوي قوي. ايوه سبورتس يا جماعه، مش قلنا يا جماعه عندك الفوتبول والتنس ده عباره عن ايه؟ رياضات يا جماعه، مش طعام، مش فود، مش بليسز اماكن، مش فول وفواكه. سهل قوي. طب 3، ساره از بيتر. شوف نفس الاولى بالظبط. قلنا يا جماعه ما دام بيتر الصفه اي ار يبقى على طول نحط ايه؟ زان. ما حدش يقول زن ولا ذات ولا ذي. ركز فيها قوي يا بطل، مهمه قوي. بيجر ذان، تولر ذان، هاير ذان، فاستر ذان. تمام. 4، ماي فيفورت سبورت از سويمنج ات نقط فن. يا جماعه خدناه في التعبيرات وقلت مهمه. ات لوكس فن، انها تبدو ممتعه. بحب قوي السباحه لانها تبدو ممتعه. يا جماعه نفس الاكسبريشن او التعبير ده يا جماعه، التركيبه دي موجوده في التعبيرات، قلت يا جماعه مهمه قوي وبتيجي في الاختيارات يا ابطال. ايه السؤال يا جماعه؟ read and match، اختر قصدي اقرا ووصل. توصيل يا جماعه، اول حاجه بنقرا العمود A كلته والعمود B كله علشان نقدر نجمع كل افكارنا يا شباب ونعرف المعاني. وطبعا السؤال دي يعتمد على حفظ الكلمات يا ابطال. رقم 1، اول حاجه what sports do we، ايه الرياضه اللي احنا نقط هنشوف دلوقتي. 2، we are playing handball، احنا بنلعب هاندبول اللي هو كرة اليد. هنشوف فين دلوقتي. I am good at، أنا جيد فيه. ها هنعرف دلوقتي. 4، he is watching، هو بيتفرج على. هنعرف دلوقتي برضه. طب العمود بيه يا جماعة برضك نقرأه كلته عشان نجمع كل أفكارنا. بيقول لك إيه؟ سكواش ماتش أون تي في. ماتش سكواش في التلفزيون، ده سهل خالص. طب at the club، ماشي عادي، ممكن بيلعب هاندبول في النادي، سهل قوي. طب have in Egypt، وفي الاخر عم استفهام. ده سؤال. ايوه يا ابطال صح، رقم 1 شايفه وات اهي. ماشي. سويمنج فعل اي ان جي، فاكرين يا جماعه جود ات وباد ات. تمام. لوكس ديليشس، تبدو لذيذا. حلو قوي. طب اول حاجه وات سبورتس دو وي، سؤال اهو يا جماعه، يبقى اكيد لتر سي هاف ان ايجيبت. يعني بيقول ايه؟ ما هي الرياضات اللي عندنا مشهوره في مصر؟ سهل قوي. وي ار بلاينج هاندبول، بنلعب هاندبول فين؟ at the club. جميله جدا. 3، I am good at، يبقى اي ان جي يا جماعه. سويمنج يا جماعه جود ات وباد ات اي ان جي. طب هي از واتشنج، بيتفرج على ايه؟ طبعا اكيد لتر ايه صح، السكواش، بيتفرج على مباراه سكواش في التلفزيون اون تي في. الله، حاجات ما شاء الله ما شاء الله، حاجه لذيذه جدا الصراحه، حاجات احسن من اكل الكنافه ما شاء الله. طب 4 شباب بقى عندنا برضه يا جماعه، هو من كتاب المعاصر ان شاء الله، مكملين مع بعض يا ابطال. صفحه 7 أو 68. ري اوردر، ترتيب يا شباب. اول حاجه بنبدا بالفاعل وبعدين الفعل وبعدين نحط اوبجكت مفعول او نحط الصفه او نحط حرف جر. يا شباب نبدا يا جماعه كده رقم 1 ونقرا الاول مع بعض الجمله كده. ها، تو كلاب ذا جو ليتس ليتر. حلو قوي. اول حاجه بقول لك ابدا بكلمه ليتس. اول حاجه ليتس هيا بنا، وبعدها المصدر يا ابطال يبقى جو. ليتس جو هيا نذهب. طبعا الى فين بقى؟ تو ذا كلاب، الى النادي. صح يا شباب؟ ليتس جو تو ذا كلاب ليتر، فيما بعد او لاحقا. تعال نروح النادي بعدين. جميل قوي ما شاء الله. طيب ما دي موجوده عندنا في الحوار في المحادثه اللي خدناها من شويه، قلت مهم قوي نقراها. عندنا كلمه تراي واي ولايك وسبورتس ونيو وتو. اول حاجه اي لايك، فاعل وفعل. انا احب
يا جماعه اول حاجه فعل وفعل. حرف جر بقى تو تراي يا جماعه، بعد كلمه لايك بيجي الفعل اي ان جي او تو المصدر. عندك تو تراي اهي مصدر اهي. نيو سبورتس حلو يا جماعه. طبعا نيو الاول قبل سبورتس عشان نيو دي صفه معروف في انجليزي يا جماعه اللي الصفه بتيجي قبل الاسم، ما ينفعش اقول سبورتس نيو، خد بالك. طب 3 سبورتس ولايك ويو وكلمه وود وواتش قصدي ويتش وتو واتش. اول حاجه which sports يعني اي الرياضات. ها would you like على بعضها يا جماعه يعني تود او تحب، ان هي الرياضه او الرياضات اللي انت تحب ان ايه to watch ان تشاهدها. الله. طيب معانا نفس السؤال بالظبط كان موجود في الحوار اللي احنا خدناه من شويه، نقول يا جماعه مهم جدا بيجي في ترتيب، فلازم الحاجات دي عايزه قرايه برضه يا جماعه وتركيز معايا اهو. 4 عندك is the most what in Egypt sport popular. اول حاجه اقول لك ايه what is دي يا جماعه كان اخر سؤال موجود في الحوار عندك اهو. what is the most ما هو اكثر. طبعا مع most هيجي صفه طويله popular sport ما هي اكثر الرياضات شعبيه in Egypt في مصر. الله. طبعا الحاجات دي كلها يا جماعه الاربع جمل ترتيب يا جماعه موجودين في السؤال المحادثه اللي هو ايه قلنا الوظائف اللغويه يا جماعه اللي احنا من شويه خدناه مع بعض وقلت مهم جدا بيجوا في الترتيب. الحاجات دي يا جماعه مهمه قوي قوي يا جماعه، يا ريت تسمعها كمان مره مش هتخسر حاجه يا بطل. طبعا 5 يا جماعه بقول لك read the text يعني اقرا النص الاتي. طبعا النص ده عليه 4 درجات يا بطل، هيجي لك حوالي 4 اسطر وانت عليك تقراهم كويس جدا وعليهم 4 درجات. ساره is my little sister she is 11 years old she likes sports a lot. بيقول لك ايه بقى؟ ساره اختي عندها 11 سنه وهي بتحب الرياضات جدا. طب her favorite sport is squash she plays it all at the club with her friends. بتحب الاسكواش وكمان بتحب تروح النادي مع اصحابها هناك وتمارس هناك الرياضه. حلو قوي. she practices هي بتمارس سكواش twice a week مرتين في الاسبوع. she won many prizes she wanted to be a famous player يعني هي فازت بجوائز عديده في الاسكواش وهي نفسها تطلع ايه لاعبه مشهوره زي نور الشربيني وكمان رنيم الوليلي. حاجه معاها بردك. my parents help her practice well she is very clever and active. حتى بقولك بابا وماما بيساعدوا اختي ساره كتير جدا في هذه اللعبه وطبعا هي شاطره ونشيطه قوي. الله. حاجه سهله خالص يا جماعه. نقرا يا جماعه الاسئله بقى السؤالين يا جماعه الاختيارات. اول حاجه بقول لك ايه بقى؟ ساره بلاي سكواش ات ذا ساره بتلعب سكواش فين؟ في البارك الجنينه ولا كلاب ولا في الزو ولا في الجاردن؟ ها طبعا في السطر الثاني هناك اهي ايوه في القطعه كانت كلاب في النادي. هاي معاها موجود عندك في السطر الثاني سهله قوي في النادي. طب she wants to be famous ايه؟ نفسها تطلع ايه معاها؟ ها دكتور ولا تيتشر ولا انجينير ولا بلاير؟ ها ايوه صح بلاير. نفسها تطلع ايه؟ لاعبه مشهوره. هاي معاها موجوده عندك في السطر الرابع في القطعه. حلو قوي. طب السؤال التالي يا جماعه اللي هو سؤال انسر هنجيب اجابته من القطعه بردك مش من دماغنا يا ابطال. هاو اولد از ساره عندها كام شهر كام سنه يا شباب؟ هاي معاها في السطر الاولاني كان عندها 11 سنه. هاي معاها هقول ازاي اهو she is 11 years old she is 11 عندها 11 سنه. هاي معاها موجوده في القطعه في اول سطر خالص سهله قوي موت اهي ما شاء الله عليكم. طب وات از ساره فيفورت سبورت؟ ما هي اللعبه المفضله عند اختي ساره؟ كانت بتحب يا جماعه فاكرين؟ ايوه السكواش صح. لكن هير فيفورت سبورت از سكواش بتحب قوي لعبه السكواش دي اللعبه المفضله عند اختي ساره على حسب القطعه اللي احنا يا جماعه قرانا ايه مع بعض حالا اهو. طيب السؤال يا شباب بقى السادس عندنا بردك صفحة 68 يا أبطال من كتاب المعاصر اللي هنشتغل منه اللي هو punctuate the following يعني البانكتويشن. فانا يا جماعة بنعمله ازاي؟ أول حرف نخليه كابيتال ليتر، آخر الجملة نحط فول ستوب بنقطة لو جملة عادية أو question mark علامة استفهام لو كانت سؤال. لو عند اسم ولد اسم يوم اسم شهر اسم مثلا مدينة اسم بلد دولة نخلي أول حرف كابيتال ليتر. هنا بقول لك ايه؟ let's play squash. هيا نلعب سكواش. نكتب الجمله اهو let's play squash. شوفوا يا جماعه انا عملت حاجتين السنه دي عندنا حاجتين بس يا جماعه في البانكتويشن ادي الابوستروف يا جماعه اهيت وكمان عندك اخر الجمله خالص نقطه اهو.
شوفوا يا جماعه حاجه سهله جدا جدا، دي على نص وده على نص، يعني درجه يا جماعه من الهوا، سهله قوي قوي ما شاء الله يا شباب. طيب بيس بيس يا ريس، تمام. السؤال السابع يا ابطال، اخر سؤال عندنا يا جماعه وات صفحه 78. write a paragraph، اكتب باراجراف من 40 كلمه عن sports in Egypt، الرياضات في مصر. يا جماعه وراجل يا جماعه يعني كتر خيره، يعتبر جايب لك هنا ايه guiding elements، بعض العناصر الارشاديه. عندك بيقول لك يستعمل كلمه popular يعني حاجه شعبيه او مشهوره، وعندك swimming يعني السباحه. عايزين ندخل كل الكلمه من دول في جمله مستقله يا شباب. understand or not. نبدا يا جماعه كده يقول لك ايه there are a lot of sports in Egypt. شوف يا جماعه مقدمه جميله جدا، يعني يوجد العديد والكثير من الرياضات في مصر. تمام، زي مثلا نبدا نعد له بقى فوتبول، سكواش، swimming and tennis are the most popular sports. يا جماعه عندنا كرة قدم وسكواش وسباحة وتنس، كل دول تعتبر ألعاب ايه مشهورة أو ذو شعبية في مصر. الله ماشي. My favorite sport is swimming. أنا مثلا بالنسبة لي بحب أوي رياضة السباحة. تمام، وإيه كمان؟ I practice it 3 times a week. يعني انا بمارسها 3 مرات في الاسبوع، يعني بروح زي التمرين كده السباحه 3 مرات في النادي في الاسبوع. I usually go swimming on Friday، وعاده بروح السباحه في يوم الجمعه. الله، الصراحه يا جماعه باراجراف حلو جدا جدا، وحاجه يعني يعتبر يعني متوازن قوي. يا جماعه يا ريت تقراه كمان مره كده وخد منه افكار يا بطل. الله اكبر، حبيبي يا حبيب مامي. اللي بيقدم لك الفيديو يا جماعه دوت مستر احمد شهيب من قناه مستر انجلش. يا ريت يا جماعه طبعا تفعل الجرس وكمان الاشتراك عشان يوصلك الدرس الثاني والثالث بانتظام ان شاء الله يا ابطال. وبالله عليك اي كلمه طيبه او دعوه حلوه في الكومنتات بتشجعني جدا ان انا اكمل معاكم ان شاء الله ونستمر مع بعض. شكرا يا ابطال، سلام عليكم يا شباب.